إيران تضع شرطا لوقف الهجمات على إسرائيل وتصعيد دبلوماسي في مجلس الأمن. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. في تصعيد جديد بين طهران وتل أبيب، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلادي مستعدة لوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل بشرط أن تتوقف الأخيرة عن هجماتها المستمرة منذ يوم الجمعة. وخلال لقاء مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب، صرح عراقجي عبر التلفزيون الرسمي قائلا: إننا ندافع عن أنفسنا ودفاعنا مشروع تماما. هذا الرد هو نتيجة عدوان، وإذا توقف العدوان فسيتوقف ردنا أيضا. وفي سياق متصل، وجه الوزير الإيراني انتقادات حادة لمجلس الأمن الدولي، متهما إياه بالتقاعس واللامبالاة إزاء ما وصفه بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت بلادها. وقال إن بعض الحكومات الغربية تدين إيران بدلا من إسرائيل، رغم أن إيران هي الطرف المتعرض للهجوم. على حد قوله، يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في وقت حساس، إذ كانت إيران تستعد للدخول في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان حول الملف النووي، إلا أن هذه المحادثات انهارت بسبب الهجمات الأخيرة وفقا لمصادر رسمية. وتبقى الأنظار موجهة نحو المجتمع الدولي ومجلس الأمن وسط مخاوف من توسع رقعة التصعيد وتأثيره على استقرار المنطقة.